السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. عايزة ابدأ كده الفيديو بذكر الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكمان كده نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو بتاعنا مليان حماس، مليان نشاط. خلاص خرجنا من العيد، كل سنة وانتم طيبين. دخلت بقى كده ايه بفيديو جديد معاكم، عملت فيه روتين يا رب يعجبكم ان شاء الله. صحيت بدري، عايزه اقول لكم فعلا البركه في البكور. لو احنا ما صحيناش بدري والله العظيم فعلا اليوم بيعدي علينا ما بيبقاش فيه بركه. يعني صحيت بدري، يعني تخلصي حاجتك بدري، يعني كل حاجه بيتك تمام تمام. سمعنا زقزقه العصافير وصحينا بدري، نبدا بقى يومنا. عايزه اقول لكم مسكت الشقه ترويق وترتيب وتنظيف، تنفيض، يعني خليتها كده زي الفل. بس ما عملناش بقى تنظيفات عميقة بقى ولا رغاوي ولا كده، ان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جاية. هي الفكرة ان احنا خرجنا بقى من العيد، وكان في كسل كده حبتين في يومين العيد، واليومين كده عدوا علينا الحمد لله. يا رب يكون عدى عليكم بخير وبسعادة وبهنا يا رب. فقلت بقى ايه النهاردة بقى ايه، اول يوم بعد العيد يعتبر اللي هو خامس يوم العيد. فقلت بقى ايه امسك بقى الشقة، ايه اكنس وانفض واشيل بقى التراب ونكنس كده ونعمل ايه تنظيف كده، ايه عسل وترتيب. لو في تراب لو في اي حاجة عفوا بعتذر عندي برد. فقلت بقى ايه لازم بقى ايه نمسك الشقة كده كنس وتنفيض وترتيب وترويق، ونخلي كده الدنيا حوالينا زي الفل. قلت بقى ايه نعمل الشقة كلها مع بعض، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه نبتدي بقى ايه. طبعا شغل البيت ما بيخلص، وتنظيفات العيد خلصت، وبرضه هنبتدي ان احنا ننظف في الشقه، ما بتخلصش التنظيف بتاعها ابدا طول ما كمان في اولاد. فان شاء الله برضو احنا ايدينا في الشقه، وان شاء الله بعد كده الفتره اللي جايه هنبتدي بقى نعمل تنظيفات عميقه برضو وروتين رغاوي. يعني ان شاء الله كده انتظروا الفيديوهات اللي جايه باذن الله. احنا قلنا كده نكنس ونرتب معاكم. مسكت هنا اوضه الانتريه، تنفيض طبعا زي ما احنا شفنا، وشلت السجادة خالص ونفضتها وكنست ورجعت كل حاجة زي ما هي تاني. المهم ان هي تبقى اتكنست والتراب اللي فيها اتشال واتنفضت، وحبينا ان احنا كده نديها طاقة ايجابية. البرد ده برد الصيف فعلا احد من الصيف. بصوا هنا كده ده الشكل النهائي بتاع الصالون. نفضت ورتبت المفارش وكنسنا ونفضنا السجادة كده ورجعنا كل حاجة ايه زي ما كانها. ده كده كانت اوضة الصالون بقت متفلة كده و14. اهم حاجة والله العظيم التنظيف ده فعلا بيدي طاقة ايجابية للمكان. الواحد بيصحى كده شايف المكان لا مش نظيف، الاولاد مخلية بقى الدنيا مش مظبوطة، في تراب من الهواء او ان احنا فاتحين الشبابيك، كنتوا عارفين الصيف، والاولاد بقى راميين ورق راميين زبالة في تراب. قعدنا اكلنا شربنا بيبقى المكان بنصحى بنلاقي فيه طاقة سلبية. أول كده ياما بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ كده يومنا ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونصلي. أهم حاجة يا جماعة الفروض بتاعتنا ما ننساهاش أبدا وما نقطعش في الصلاة. نبدأ يومنا كده ونصلي، ونحاول ان احنا نصلي الفرد في فرده، ما نأخرش فرد. كل دي حاجات بتدي كده طاقة إيجابية كده وسعادة كده لليوم بتاعنا، واليوم بيكون في بركة. ان احنا نصحى كده نذكر الله ونصلي ونقضي الفرض اللي علينا، ونبتدي كده يومنا ونسمي الله، ونبدأ بقى ان احنا ننظف ونخلص حاجتنا بدري. ده اهم حاجة والله فعلا، والله العظيم البركة في البكور فعلا. الواحد لما بيصحى بدري بيكون في نشاط وحيوية، وبيبتدي ان هو يبدأ يومه، ويبتدي ان هو يروق وينظف ويعمل كل حاجة، بيعمل 100 حاجة في اليوم. وبيكون في وقت كمان ان احنا نقعد مع اولادنا، نطبخ براحتنا، نخلص ترويقنا بدري، ننظف بدري، لو وراكي مشوار هتنزلي تقضيه. اليوم فعلا بيكون مليان حيوية ونشاط وبركة لما الواحد بيصحى بدري. فانا كده ايه شاطرة. قولوا لي شطورة يا صبوحة. قمت بدري وخلصت، مسكت بقى معاكم زي ما احنا شفنا اوضه الصالون، وبعدين دخلت هنا على اوضه السفره. محدش يقول يا جماعه ان الاوضه دي او ان الشقه معموله قبل العيد، مستحيل. العيال ما بتخليش حاجه ابدا. ففعلا قلنا ان المكان اللي فيه اولاد، او اصلا حتى كمان لو مفيش اولاد، لما بتبقى ايدينا في الشقه فعلا بتفضل الشقه معانا نظيفه.
فاللي هو يعمل تنظيفات العيد ويكسل ويسكت، لا مفيش الكلام ده خالص. في تراب، في شبابيك مفتوحة، في اولاد بترمي ممكن حاجة، لا، فلازم ان احنا تبقى ايدينا في الشقة طول الوقت. عشان كده انا مرضتش اعمل بقى معاكم كده، قلت ايه اسيبكم كسلانين شوية، كفاية ان احنا نروق ونكنس وننظف المكان من حوالينا، ونخلي التنظيفات العميقة بقى والرغاوي والحاجات دي في فيديو تاني. احنا لسه خارجين من العيد، فقلنا كفاية ان احنا نكنس وننفض كده ونخلي المكان حوالينا نظيف. فهنا مسكت بقى السفرة برضو، شلتها من مكانها وكنست تحتيها وشلت السجادة ونفضتها. هنا المفرش بتاع السفرة كان اتدلق عليه عصير، فشلت المفرش اللي هو الدانتيل او المفرش الاساسي بتاع السفرة. شوفون شوية كده هتشوفوه معايا شبه المفارش اللي هي في النيش. تمام. وفي مفرش في النيش ناقص برضو، هبقى احطه معاكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. احنا بنعمل كده تنظيف للنيش. فغسلت بقى المفرش بتاع السفرة وهو دلوقتي منشور، فعشان كده مفرشتوش معاكم. المفرش المشمع ده تحفة قوي بتاع شهر رمضان. مشمع، بيتغسل، بيتمسح بعد الاكل كده، يعني بصراحة بيشيل هم كتير على الاكل، اي وساخ اي حاجة، وحلاوته ان هو بيتمسح وبيتغسل. فانا هنا فرشته بشكل مؤقت عقبال ما المفرش اللي هو الاساسي ينشف. فعملت معاكم بقى الكاميرا كده الناحية التانية، نبتدي بقى ايه على البوفيه، نروق البوفيه ده ونمسح المراية بحيث ان كل حاجة هنا تبقى معانا ايه نضيفة وزي الفل. المهم نرجع كمان نكمل كلامنا. لازم تصحوا بدري، والله يا جماعة هيفرق معاكم كتير، هتلاقوا اليوم مليان بركة ومليان خير، وبتخلصوا الترويق بدري واكلكم بدري، ولو وراكم مشوار هيخلص معاكم بدري، وهتيجوا تلاقوا يومكم كده مليان بركة. وان انتوا تناموا بدري وتصحوا بدري وتقضوا الفروض اللي عليكم والنوافل وكل حاجة كده، وقراية القرآن وذكر الله. كل دي حاجات كده بتخلي اليوم بتاعنا مليان خير وبركة وبيعدي علينا في سلام. واهم حاجة ان احنا لما نصحى من النوم ونلاقي مثلا ان احنا بخير وولادنا بخير والدنيا بخير، بس نقول الحمد لله على كل حال، ده اهم حاجة. بغض النظر في فلوس مفيش، في امكانيات مفيش، في حاجات معينة عايزينها وما جاتش، مش مهم، كل حاجة بتتعوض الا الصحة والاولاد. فطول ما الواحد بيصحى بيلاقي نفسه بصحته وولاده حواليه بخير، دي بالدنيا كلها، لان فعلا ربنا يديمها علينا ستر وصحة وراحة بال، ده اهم حاجة. فالحمد لله على كل حال. نفكر بعد كده ونذكر الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكسب ثواب مع بعض ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عملت البوفيه، نزلت معكم بالكاميرا كده كنست الارض، وحطيت السجاده معاكم بعد ما نفضتها، ولميت طبعا انا كنت بلم الزيادات اللي هي الفتل اللي بتبقى شابكه في السجاد. هنا انا بوريكم الشكل النهائي للسفره. السفره بقت زي العسل وكنست، والسجاده بقت نظيفه، والبوفيه بقى حلو، والمرايه نطفت. تعالوا بقى بينا هنا على اوضه الانتريه بقى نشوف عايزه مننا ايه، وكمان نلم الغسيل بتاعنا. قلت الم الغسيل معاكم. عندي غسيل قد كده، يعني انا شلت معاكم الغسيل دلوقتي، وكان في غسيل بقى في الغسالة، فما لحقتش ان انا اعمل الغسيل معاكم وانشره معاكم، لان كان حسيت بقى ان الفيديو طول عليكم وان هو بقى طويل. ده انا ضغطت يعني انا ضغطت المدة عشان ما يبقاش طويل عليكم، لان هو كان اكتر من ساعة، حوالي كان ساعة ونص. كتير قوي قوي ان احنا نتفرج على فيديو ساعة ونص، فانا ضغطت على قد ما اقدر ووصلت لكم تقريبا 17 دقيقة، فحلو قوي كده. يعني اكتر من كده هتلاقوني بجري في الفيديو ومش هتشوفوا حاجة، يبقى شكلي فظيع. فمن ساعة وشوية لحد 17 ده كويس ان انا قدرت يعني ان انا اضغطه معاكم للوقت ده، لان الفيديو كان طويل جدا عقبال ما عملت اوضه الصالون كامله والسفره كامله، وهنا اوضه الانتريه، ولسه بقى نخش نشوف باقي الفيديو ما يعني في ايه. فلميت معاكم بقى الغسيل وطبقت، وكان في غسيل في الغساله بيتغسل. يعني فعلا الغسيل ده من ضمن برضو الروتين اليومي بتاعنا، يعني حاجة كده لابد منها أساسية في اليوم. فكمان طبقت معاكم الغسيل، وقلت بقى نروق مع بعض كمان الانتريه. اهم حاجة واحنا بنروق يا جماعة لازم نشيل الشلت او المخدات او كل حاجة، نخلي كده الانتريه فاضي خالص عشان ننفضه كويس، لان دايما هنلاقي تحت الشلت دي في تراب، في زباله، مش عارفة ايه اللي بيوصلها تحت. يعني احنا اصلا قاعدين مثلا عليه او الاولاد قاعدين عليه، مش قاعدين جواه
قاعدين عليه. معرفش ايه اللي بيخلي الزبالة والتراب تخش ما بين الحاجات دي تحتيها كده، يعني بينهم ماشي، تحتيه كمان دي بتبقى صعبة قوي. الواحد ما بيتخيلهاش، بس انتوا لو شلتوا كل حاجة ساعتها هتتخيلوا كل حاجة. فلازم ان احنا نشيل فعلا الشلت اللي بنقعد عليها والمخدات وكل حاجة، عشان ننفض الانتريه بتاعنا او الكنب او اي حاجة قاعدين عليها، تبقى متنفضة كويس جدا. بصوا شلت هنا من زي ما انتوا شفتوا كده، بصوا التراب، بصوا الزبالة. يعني لابد ان احنا نعمل الحركة دي، ما ننفضش كده الانتريه او الصالون بتاعنا او اي حاجة قاعدين عليها من فوق، لازم نشيل كل حاجة وننفض كويس. بصوا هنا بقى انا لقيت هنا بقعة، معرفش البقعة دي ايه اللي جابها ولا ايه اللي اتدلق هنا. شفتوا يعني تحت الشلتة اللي قاعدين عليها وصلت البقع ازاي مش عارفه. فطبعا وانا بنفض كنت مفكراها تراب وكده، بس لقيتها لا مش تراب، دي وساخة لازقة. بصوا بقى زي الفل ازاي. رحت جبت الاسبونشة بتاعتي ومسكت بقى ايه محبة اريال كده وسنة خل، ومسكت المكان غسلته كويس قوي وسبته بقى يتهوى. لو انتوا لاحظتوا انا ما فرشتش معاكم، ورجعت الشيلات مكانها، قلت لا اسيب بقى يتهوى، انا كده البقعة راحت وغسلت المكان حلو، اسيبه بقى ايه يتهوى شوية وينشف شوية عبال ما اعمل الكنبة دي. بصوا التراب، يعني فعلا فعلا البيت اللي فيه ولاد ما يخلاش من التنظيف يوميا يوميا يا جماعة، لازم الروتين اليومي ده. والله وانا بعمل الروتين اليومي ده على فكرة يعتبر روتين يومي، مش تنظيفات عميقة ولا حاجة. احنا في ايام العيد وبرضو انا كنت عاملة معاكم روتين اول يوم العيد، وكان في ترويق وتنفيض، ونفس اليومين اللي فاتوا برضو كنت بروق وبكنس، وادي النهاردة اليوم الخامس معاكم برضو. وشفتوا لو لاحظتوا اول يوم العيد برضو كنت عاملة معاكم كده، وكان في تراب قد كده، وكان في يعني زبالة طلعت، وشلت الحاجات دي ونفضت. يعني بصوا وتاني يوم وتالت يوم وهكذا، والنهارده خامس يوم. يعني فعلا الاولاد ما بتخليش حاجه نظيفه ابدا، وكل مره هتشيلوا فيها الانتري او كل مره هتنضفوا فيها المكان هتلاقوا فيها نفس الزباله ونفس التراب، سبحان الله. فعشان كده بنقول لازم في الروتين اليومي برضو ننفض كده ونشيل الحاجات من حواليها. يعني مشكله الانتري هنا ان الشيلات دي الكيس بتاعها فاتح، فهنا برضو لو لاحظتوا على الكنبة كان في بقعة. فان شاء الله في التنظيفات اللي جاية، في التنظيفات العميقة، هنشيل فرش الانتريه ده خالص، نغسله لانه بقع وكده. وانا كمان عندي اصلا كسوة للانتريه، بس رخمة قوي في ان احنا بنشيل ونحط وكده، فبتبقى رخمة قوي، يعني صعب في تركيبه وفي شيله. فهنا ان شاء الله برضه هتشوفوه معايا في الفيديوهات اللي جايه، نحاول ان احنا نفرش الانتريه. بس طبعا قبل ما نفرشه بالكسوه بتاعته ان شاء الله نغسل الحاجات دي، نشيلها خالص. كويس ان اتشيلت بسوسته، فبشيل السوسته من خالص ونشيل الحاجه وبغسلهم وبرجعهم نضاف تاني، وبعدين احط الكسوه بتاعتهم. فهنا رفضت الانتريه وخلصته وكنسته الانتريه كده من تحت الكنب، وكنست الصالة زي ما انتوا شايفين، ولميت الزبالة وخليت الدنيا زي الفل. هنا بعد ما كنست وعملت الانتريه، رجعنا بقى بالسجادة تاني بعد ما شلتها ونفضتها وخليتها زي الفل، رجعتها بقى مكانها عشان نفرشها ونخلي الدنيا معانا تمام. فعملنا اوضه الصالون مع بعض، وعملنا السفرة وكمان الانتريه. بصوا بقى المكان نضيف ازاي بعد ما اتعمل، نضيف. هنا بوريكم الشكل النهائي برضو للانتريه بعد ما خلصنا منه، نفضناه وشلنا الزبالة اللي فيه، وغسلت الكنبة اللي كانت فيها البقع، ورتبنا ونظمنا المكان وشلنا السجادة نفضنا وكنست المكان. ده كان الشكل بقى النهائي. تعالوا بقى نخش على المطبخ. هنا انا طلعت اللحمة هنطبخ مع بعض النهاردة. الفيديو لقيته طويل قوي قوي فما كملتش باقي، يعني مش كل حاجة بنقدر ان احنا نحطها في فيديو واحد، لان الفيديو فعلا بيكون طويل. فالمهم ان احنا وانا بروق كده في المطبخ هعمل اكل ايه، لسه ما كنتش مقررة هعمل ايه. فطلعت اللحمة كده بشكل مؤقت، قلت اخليها بقى تفك عقبال ما اخلص المواعين والمطبخ واشوف باقي اليوم هيحصل فيه ايه، عقبال ما افكر هنطبخ ايه. بس بشكل كده مؤقت طلعت اللحمة، قلت بقى اسلقها بقى او احطها في الفرن، لسه مش عارفة. بس طلعتها بقى تفك. لازم واحنا برضو بنروق كده نفكر هنعمل ايه، عشان لو في لحوم هتطلع ولا حاجة تلحق تفك، بحيث ان احنا اول ما نيجي نطبخ تبقى الحاجة فكت معانا ونطبخ على طول، ويبقى الامور سهلة معانا.
فبعدين بقى لقيت عندي المطبخ تمام والبوتاجاز نظيف، وطلعت الاكل اللي هعمله. فهنا بقى قلت ايه، نلم بقى المواعين. فمسكت المواعين برضو غسلتها. يعني المطبخ من الحاجات ان المفروض ان احنا قبل ما ننام يكون في حاجات كتير معمولة فيه، نلم الزبالة، نغسل البوتاجاز، نغسل المواعين، ما نخليش اي حاجة حوالينا ابدا. المطبخ ده بالذات عشان الزبالة والوساخة والحاجات دي بتعمل طاقة سلبية للمكان، الواحد بيحس بخنقة كده. بس قبل ما انام كنا متأخر قوي، انتوا عارفين بقى ايام العيد والسهر، فكنا سهرانين. فالمواعين بتاعة العشاء هي اللي ما قدرتش عليها. البوتاجاز كان نظيف الحمد لله، والمطبخ كان نظيف، وكنت لما الزبالة والدنيا تمام، ما كانش فيه غير المواعين بس ما كنتش قدرت بقى ان انا اعملها قبل ما انام، كنت خلاص فصلت وتعبت. فاول حاجة عملتها اول ما دخلت المطبخ زي ما كده شفتوا، طلعت الاكل اللي هعمله، قلت اللحمة تفك عقبال ما اشوف باقي اليوم، وغسلت المواعين وخليت المطبخ عندي برضو زي الفل ما فيهوش حاجة. من ضمن الروتين اليومي، اوعوا يا جماعة ننسى في الروتين اليومي بتاعنا غسيل المراية بالحوض والقعدة، ده اهم حاجة يوميا. والمية طبعا اللي بتنزل على الارض بنمسح الارض كمان، ده من ضمن الروتين اليومي، بعيد خالص عن تنظيف الحمام العميق. نقدر نعمله كل اسبوع مثلا او 10 ايام، ولكن في اساسي يوميا لازم القعدة بتاعتنا والحوض بالمراية، وطبعا بينزل مية على الارض، وبالمرة كمان نعمل معانا الارض ونرش مثلا معطر او اي حاجة، ده من ضمن الروتين اليومي في الحمام. فبكده ان شاء الله يكون انتهى الفيديو معانا، استنونا في فيديوهات جديدة. اتمنى الفيديو النهاردة كان يعني يكون حلو عليكم وخفيف عليكم، ويكون مليان كده حماس وطاقة بعد العيد. واتمنى الفيديو يكون اداكم كده تشجيع كده وتحفيز ان انتوا تقوموا تشوفوا وراكم ايه. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله، بفيديو جديد، بروتين جديد، بطبخة جديدة ان شاء الله. في سلسلة طبخ هتكون موجودة على القناة. اتمنى ان الفيديوهات تكون كلها بتعجبكم، فيديوهات الطبخ وفيديوهات الروتين. ما تنسوش بقى اختكم في الاشتراك واللايك على الفيديو عشان تنوروا وتشرفوا القناة، لان فعلا هتشرف بوجودكم معايا. واتمنى ان اكون خفيفة على قلوبكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.